سمعوا القنبله اللي غادي تزعزع لكم المشاعر. ما ديروش تيتانيك، ما ديروش موسيقى الفوندو، ما ديروهاش. سمعوا معايا، عندي لكم هذا. ترامب يمنح مهلة 15 يوم للجزائر حول قضية الصحراء. لا إله إلا الله. وجات ترامب وجات ترامب موسيقى بحال شي واحد جالس في الطواليت وكرشو قاصحة وكيتعصب هكاك. انا كنتخيلها كتجيني اللعبه ديال جالس ومزير واكل الكرموس، واكل جوج سطوله ديال الكرموس 70 حبه. هي هادي. وشنو كاين تما؟ كاين الكرموس. سمعوا سمعوا سمعوا. يا الهي، ما نقولش لكم خصكم تصنتوا الراقصه العيون. سمع شحال يقول. سمع. الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر القنوات الدبلوماسيه ابلغ السلطات الجزائريه، قال لهم عندكم مهله قصيره ما تجاوزش 15 يوم باش تدفعوا البوليزاريو باش يمشي يتفاوض. طبعا المفاوضات ما كان لا تخير مصير ولا حكايه. نعم، المفاوضات هي الحكم الذاتي. مش تدخل السي اي وتقول لهم لا لا البوليزاريو انا خاطئ. وفي البوليزاريو دار في يديك يكوني بونيطا في الملكات الى كاتب الدوله، نائب كاتب الدوله، مستشار ترامب للامن القومي، نائب رئيس الجمهوريين. شوف الراجل يلعب تشامبيونز ليغ، يلعب الفوق. الجزائر واش ما يستقبل وزير الخارجيه تاع ايران خلينا يغرق روحه ويقول لك راهو دعوه من ايران لتبون باش يزور طهران. زيد تربح مليح مليح هكاك. ومن بعد وزير الخارجيه يروح لتونس، مانيش عارفين علاش. شكون هذا؟ لا حول ولا قوة. المهم كتعرفوا هشام عبودي، هذا مكان عادي عادي، كتوقع في احسن العائلات. القدام القدام. ارحم باباك. وهذا انا ما عرفت منين جاب هذه المعلومه هذه ديال ان امريكا تواصلت مع الدبلوماسيه الجزائريه والخارجيه الجزائريه والداخليه الجزائريه وجميع القنوات وقالت لهم عطيتكم 15 يوم باش تدفعوا لينا. شكرا دوجا. باش تدفعوا البوليزاريو التفاوض. راه ما كاين لا تقرير المصير. بغيت نقولوا كاين غير فقط الحكم الذاتي. تفاوضوا والسلام. هاد السيد هذا كيبان ليا خرف والله، مسكين عايش حياة صعيب والله. كتعرفوا الانسان ملي كيكون في واحد ارذل العمر كيبقى مسكين يخرف، ويمكن ما شربش الدواء ديالو. كنظن يكون الدواء ديالو يا اما زاد لا دوز او لا ما كيشربوش. كنظن ما كيشربوش، حيت راكم كتعرفوا الناس اللي مرض بالزهايمر باقي كيجيب لهم الله. راه كاين شي حوايج كيعيشوها وهما ما عاشوهاش، اولا كيعيش الماضي ديالو ملي كان باقي صغير. لا حول ولا قوه الا بالله. انا في المكان ديالو ما بقاش نبان. انا بلاصتو دابا الحاله ديالو بحال ديال ادم شقرون ولا بن شقرون. امسح داك الشيء كامل الفيديوهات وحط القناه وسير بحالك يا اخوي. تاكتي مع حبيبه طونوبيله كتسبب من الفلوس. باقي ما عرفتش انا كيفاش، ولكن المهم ما عرفتش ماشي مشكل.